اهلا بيكم يا زملكاويه. النهارده معانا عنوان جديد وهو ان الاهلي بيتحدث عن مواجهه الزمالك. تحدث محمد يوسف المدرب العام للاهلي عن مواجهه الزمالك القادمه في الدوري يوم 30 مارس، وكشف محمد يوسف انه بيتمنى عوده المصابين الى صفوف الاهلي قبل مواجهه الزمالك الهامه في الدوري، وشدد ان اهتمام الاهلي حاليا اصبح منصب على لقاء القمه امام الزمالك ببطوله الدوري، وابدى امنيته امنيه الجهاز الفني في عوده المصابين لصفوف الفريق قبل مواجهه الزمالك المتصدر بفرق نقطه وفرق مباراه. كان الأهلي قد حسم تأهله إلى دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بفوزه الليلة على شبيه الثورة الجزائري بثلاثية نظيفة تصدر بها المجموعة، وستكون مباراته القادمة مباشرة أمام الزمالك في الدوري يوم 30 من الشهر الحالي. مرتضى منصور قال كلمتين حلوين قوي لنادي الزمالك قبل ما اختم العنوان لازم اقولهم. قال ان احنا قدامنا دلوقتي عشان نفوز بالدوري المصري ويبقى موجود في 100 عقبة، اول حاجة لازم نكسب ماتش المقاولين المقبل. بعد ما نكسبه هيبقى لينا ماتشين مع الاهلي، لو كسبنا الماتشين دول كده خلاص الدوري في 100 عقبه، وبامر الله هنفوز وهناخد الكونفدراليه وهناخد الدوري وهناخد الكاس، وهتقولوا مصطفى الزملكاوي قال سلام.